جنرال الجيش المغربي بريد يحرك دبابات أبرامز الجديدة نحو الصحراء للقضاء على ميليشيات البوليساريو، خاصة بعد ورود معلومات جديدة تفيد أن البوليساريو ستنشئ قاعدة عسكرية لها شمال الأراضي الموريتانية المتاخمة للمنطقة العازلة، وموريتانيا بدورها مطالبة بتأمين أراضيها ومنع مرتزقة البوليساريو من استغلالها لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سيادة أراضي المغرب، لكي لا تدفع الجيش المغربي إلى اتخاذ خطوة جديدة وهي خطوة الهجوم على المرتزقة من داخل التراب الموريتاني. فالمغرب لن يسمح أبدا للبوليساريو باتخاذ أراضي موريتانيا كقاعدة عسكرية للهجوم على السيادة المغربية، فإذا عجزت موريتانيا عن حماية وتأمين حدودها فالجيش المغربي سيفعل ذلك. هذا وقد وصلت مئات الدبابات من طراز أبرامز الجديدة إلى الحدود الصحراوية المغربية لدحر أعداء المغرب. والأكيد أن جبهة البوليساريو لم تحترم في مناسبات عديدة المنطقة العازلة منذ إحداثها، وهو ما جعل المنتظم الدولي يقلل من جدية التزاماته السياسية في ملف الصحراء المغربية. ويأتي تشديد الجيش المغربي المراقبة على المنطقة العازلة بعد تنامي الاستفزازات والتحركات الميدانية من طرف ميليشيات البوليساريو، وخاصة أن هذه التحركات الأخيرة أبانت عن إقامة منصات شبه دائمة في مواقع مختلفة داخل التراب الموريتاني المتاخم للمنطقة العازلة وتندوف، والتي سيتم تدميرها في طلعات جوية مغربية. وتعمل الجبهة على جس نبض المغرب في كل مناسبة من خلال العملية البهلوانية في المنطقة العازلة. وقال باحث وخبير في العلاقات الدولية بأن جبهة البوليساريو الإرهابية تسعى إلى كسب عطف المنتظم الدولي بناء على ممارسة القوات المسلحة الملكية المغربية لحقها المشروع في الرد على أي تهديدات لأمنها القومي أو سيادة المملكة المغربية، مشيرا إلى أن المغرب تعامل بحكمة وضبط نفس طويل الأمد مع كل الاستفزازات والخروقات التي قامت بها جبهة البوليساريو الجزائرية على مستوى المنطقة العازلة بصحراها. واعتبر الخبير ذاته أن الرباط واجهت كل التحركات المشبوهة من داخل الإطار القانوني المخول لها دوليا في احترام تام للشرعية الدولية، مع احترام الآليات السياسية التي يعمل من داخلها من أجل تنزيل حل سياسي في إطار مسلسل التسوية التي تحترم السيادة المغربية، مشيرا بأن التصعيد الأخير التي قامت به بعض ميليشيات الانفصال جعل المغرب يشدد المراقبة على طول المنطقة العازلة ويسعى إلى ضبط الأوضاع ميدانيا وجعلها تحت السيطرة الكاملة للجيش المغربي، وذلك تماشيا مع دوره الإقليمي على مستوى منطقة الساحل والصحراء. وبحسب منتدى فرصة، فالخسائر الكبيرة التي تلقتها البوليساريو جعلتها تحاول جاهدة من جديد التعويض من خلال صناعة أحداث تعيد أملا متلاشيا بين قادة البوليساريو وسط تأثيره على الأتباع الذين ضاقت بهم الأرض بالهزائم التي تتلقاها الجبهة، خصوصا بعدما لم يعد لهم أمل بعد مضي أزيد من 3 سنوات على إعلان البوليساريو العودة للحرب من طرف واحد، سوى ترقب وعود القيادة الكاذبة والتي يكذبها الواقع والميدان العسكري.